صباح الخير عليكم، يا رب تكونوا بخير وصحة وفي أحسن حال. النهاردة عملت وصفة سهلة قوي وحلوة قوي. موس المانجا الاقتصادي. بس حقيقي وصفة حلوة قوي قوي قوي، ترطب علينا في الصيف، في الجو الولع والحر جدا قوي قوي ده. مناسبة خالص خالص للوقت ده، وكمان مش مكلفة كتير، وأرخص من إننا وأوفر من إننا كمان نشتري الحاجات الحلوة دي من برا. يلا نشوف هنعمله ازاي ومحتاجين له ايه. معايا هنا فنجان كده أو مج كبير مانجا بيوريه. معايا كوباية ونص كريم شانتيه خام بنفس الكوباية اللي أنا بوريها لكم دي. لو عايزة تضيفي كوباية كريم شانتيه ونص باستر كريم، اللي المفضل عندك او اللي موجود. انا ضفت كله كريم شانتيه غير محلى. ومعايا كمان بسكويت سادة، معايا باكت جيلي مانجا، وطبعا مانجا علشان ازين بيها. هنا انا ضفت للكوباية ونص كريم شانتيه 2 معلقة سكر بمعلقة الطعام، وكمان كوباية الا ربع مية بتلج، يعني مية فيها حبيبات تلج. ليه؟ علشان ضروري ضروري آه يكون، علشان الكريم شانتيه ناجح لازم يكون المية متلجة. عايزة انتي تستخدمي لبن حليب براحتك، بس انا عن نفسي فضلت المية المتلجة. هنا باكت الجيلي فضيته كده في كوباية كبيرة، وهضيف له كوباية الا ربع مية بتغلي علشان انا عايزاه يدوب خالص. والله لو انتي عايزة تضيفي له معلقة صغيرة سكر ضيفي، بس انا ما بفضلش ده لانه هو محلى وفيه السكر بتاعه. هقلبه كده كويس لغاية ما يدوب معايا، وضروري اسيبه يهدى خالص. يعني الحرارة اللي فيه دي مفروض تكون رايحة خالص، يعني اما كانش ساقع. انا سيبته هدي، ولما هدي ضفتله بقى كوباية الا ربع تاني مية باردة، لان انا محتاجة انه يكون زي ما قلتلكوا يا اما ساقع او بارد خالص. يبقى كوباية ونص كريم شانتيه، ضفتلها كوباية الا ربع مية متلجة، وكمان معايا مج كبير مانجا بيوريه، يعني ما فيهاش اي مية خالص، مانجا خام. انا ضفت هنا المانجا على الكريم شانتيه، وهبتدي كده امزجهم مع بعض كويس. الوصفة دي حلوة قوي قوي قوي، يا رب تعجبكم، ويا رب لو جربتوها تقولولي. هبتدي كده امزج الكريم شانتيه اللي انا جهزته وسبته في التلاجة شوية مع المانجا البيوري، وضروري يكون قوامها بالشكل ده. الحاجات دي حلوة قوي في الحر، وما كنتوش يعني كان نفسي تدوقوها معانا، كان طعمها هايل جدا. كده هي خلاص بقت جاهزة. لو انتي عايزة تفضيها في كاسات، عايزة تفضيها في قالب، يعني الشكل اللي يريح حضرتك اعمليها بيه، والتزيين برضو اللي يريحك. عايزة تزينيها بقطع مانجا، بأي نوع فاكهة تاني اللي يريحك. انا هنا حبيت اغير في الشكل شوية، وضفت طبقة من البسكويت. هنا هحط له كده حوالي معلقتين 3 من الجيلي اللي انا كنت مجهزاه، واللي سقع خالص واللي هدي. لو انتي مش عايزة تضيفي بسكويت وعايزة تضيفي حبيبات مانجا من تحت قطع، يعني مفيش مشكلة. عايزة تضيفي اي نوع فاكهة تاني برضو هيديكي نتيجة حلوة قوي. عايزة تسيبيها سادة والوش بس هو اللي تزينيه بمكعبات مانجا، كل الافكار دي بترجعلك زي ما انتي بتحبي، زي ما الموجود عندك. دي افكار كلها كده احنا بنديها لبعض علشان خاطر نجدد ونخلي شكل الصنف اللي بيقدمه يكون احلى، ويكون لطيف، وفيه تغيير وتجديد. انا هنا ضفت كمية الجيلي بعد ما هديت خالص على باقي المكونات بتاعتي. والله عايزة تفضيها في كاسات، هو القوام ده لو دخل التلاجة هيبقى كويس. ولو كمان فضيتيه في القالب ده او زي القالب ده
ودخلتيه الفريزر يجمد هيبقى حلو قوي قوي. انا فعلا ما استنيتش عليه ودخلته الفريزر لان انا كنت حابه ناكله ساقع. في التلاجة تحت كان هياخد وقت. انا ضفت هنا طبقة تانية من البسكويت. هو المفترض ان احنا بنسيبه كده في الكاسات بتاعته او في القالب بتاعه، لكن انا حبيت اغير من الشكل شوية والطعم. وزي ما قلتلك لو عايزة تضيفي اي نوع فاكهة في النص في أرضية القالب بتاعك في الكاسات، ده مجرد تغيير مش اكتر. كده انا ضفت طبقة من البسكويت وهنزل بباقي الكمية بتاعتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا زي ما قلت لكم كده هدخلها الفريزر شوية، وبعد كده هطلعها علشان ازينها بالمانجا، بمكعبات المانجا بتاعتي. انا المانجا قطعتها بالصورة دي كده مكعبات، عايزة تقطعيها شرايح اي شكل انتي بتفضليه قطعيها بيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كده بعد ما سبتها في الفريزر حوالي 3 ساعات، لان انا كنت زي ما قلتلكوا عايزة اكلها متلجة، كانت هايلة جدا جدا جدا. هبتدي بقى الوش بتاعها. والله لو عايزة تعملي روزيتات بالكريم شانتيه، عايزة تضيفي زي ما قلتلك اي نوع فاكهة، الذوق والتشكيل ده يرجعلك. كمية المانجا دي على فكرة ما كانتش كفاية، انا جهزت تاني مانجا مكعبات علشان وشها كله يكون مليان بالمانجا. وصفة خفيفة ولطيفة كده من وصفات الصيف، يا رب تعجبكم. يا رب لو انتوا مش مشتركين تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل وصفاتي. ولو فعلا وصفاتي بتعجبكم يا ريت تقولولي. ده كده كان شكلها بعد ما خلصتها خالص. عايزة تزيني الوش بتاعها بقى زي ما قلتلك بوردات، بروزتات كريم شانتيه، بوحدتين كريز، فراولاية، اي حاجة تكسر اللون ده وتديكي شكل اجمل. لان طبعا العين ضروري تبقى فرحانة او مبسوطة بالتحلية دي، مش طعم بس. هنا انا كان دلوقتي هضيف لها وحدتين كده من الورد المجفف يكسر اللون بس مش اكتر. لو انتي عايزة تضيفي كمية من الجيلي على مكعبات المانجا دي، ضيفي برضو هتديكي نتيجة حلوة قوي. وده كده كان شكلها النهائي. وهنا بعد ما كانت دخلت الفريزر وطلعتها وقطعت كده منها، كان البسكويت في الجزء في قاع القالب بتاعي، ومن فوق كده كان باقي كمية الموز.